السلام بنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، يا رب يلقاكم كلكم بصحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد، ان شاء الله غنحضر معكم هاد الحوته مع بالشعريه الصينيه في الفران. كنطيبها في الفران مع الخضره. الصراحه كتجي بنينه وكتجي واعره، كتجي هكا مقرمشه ومحمره من الفوق. الخضره حتى هي كتجي محمره وكطيب زعما مزيان في الفران. وهاد الفيرميسيل حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. المهم بنات، كنتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وتشتركوا في القناه ديالي مازال مشتركش فيها، وتفعلوا زر الجرس باش اي جديد ان شاء الله كنحطو يوصلكم. وما تنسوش تدعموني بلي لايك اللي عجبو الفيديو، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. غادي نحضر معكم الوصفه والطريقه ديال هاد الحوته اللي معمره. تقدروا ديروا هكا الفيرميسيل، تقدروا ديروا حتى الروز، حتى هو راه كيجي زوين. المهم غادي ندوزو العطريه. هنا خديت هاد الحوته وغسلتها بطبيعه الحال مزيان. وهنا عندي الزيتون مقطع ديال الدار، شويه ديال الحامض حتى هو مقطع، الربيع والثومه محكوكه، الهريسه ديال الدار مطيشه مقطعه، والفلفله والبطاطا حتى هي مقطعه على داك الشكل هكاك مربعات كبار. هنا الشعريه الصينيه درت فيها الماء طايب حتى دبلت، وقطعتها بحال هكا بالمقص باش تجي رقيقه، ما تخليوهاش هكاك طويله. صافي شديت هاد الحوته بحال هكا وفلحتها بالموس الكبير، وحاولت انني نفلحها شويه من الداخل باش تهز ليا كميه كبيره ديال الشعريه. صافي هنا في العطريه درت شويه ديال سكينجبير، التحميره والكمون، شويه ديال الابزار، الملحه حسب الذوق، والخرقوم وملون غذائي. وصافي وغادا ندير شويه من الهريسه على حساب الذوق ديالكم نتوما كيفاش بغيتو. هاد الهريسه الصراحه حاره بزاف، داكشي علاش درت غير شويه، يلاه جات هي هذيك. وغادا ندير شويه ديال الزيت، وغادا نخلط الكل جيدا. غادا نزيد شويه ديال الثومه، وغنخلي واحد شويه باش غنديرو في الشعريه. وغادا ندير شويه ديال الربيع، وغادا نخليه عاوتاني شويه حتى الاخر، وغادا ندردرو من الفوق للتزيين فقط. المهم غادا نخلط هادشي مزيان. غادا نزيد الحامض مقطع الا كان عندكم مصير، هذا ما مصيرش صراحه، غير عادي حتى هو درتو هكا طريفات صغيورين. وهاد الترميله غادا ندير منها في الحوته، وغندير منها في الخضره وفي الشعريه. هنا غندير غير هاد شويه ديال الماء صافي فقط، ما غاداش نزيد الماء. هي ديك الخضره كتطلق الماء ديالها بوحدها. صافي هنا غادا نشد هاد الحوته وغنشرملها مزيان من برا ومن الداخل. من الاحسن اللي كنتو بغيت ديروها للغدا تبيتوها الليل كامله مرقده، راه كتعطي واحد المذاق واعر. ونحاول ندخل هذيك التشرميله في هذوك الفليحات حتى هما. من الاحسن كي قلت لكم لا باتت مرقده راه كتجي فيها واحد المذاق واعر. صافي هنا خديت هذا البانيو درت فيه البطاطا اللي قطعته، الفلفله ومطيشه، وغادا ندير فيه شويه من هذيك التشرميله ولا نص من هذيك التشرميله، وغنبدا نحرك بهذه الطريقه حتى كيتجانس كلشي. كتلبس ليا ديك الخضره بهذه العطريه ديال الحوت. صافي هنا غناخذ الشعريه حتى هي داكشي اللي كان من تحت وهذا نقطعهم حيت ما وصلوش نقص قبيله. وغادا ندير الزيتون مقطع، الا كان عندكم ديال الزنقه حتى هو ديرو. درت داك شويه ديال الثومه اللي بقى، ودرت هذيك التشرميله اللي بقات حتى هي. كتجي هاد الشعريه منسمه وزوينه بزاف، خصوصا بالحامض المصير الا كان عندكم حتى هو قطعوه وزيدوه له، راه كتجي واعره. صافي كنخلط مزيان حتى كتلبس حتى هي كلها بهذيك التشرميله. ومن بعد غادا ناخذ هذيك الحوته وغادا نعمرها بهاد الشعريه، هي الاولى غنشطاوها وغندهنها بالزيت، ومن بعد غادا نحطها فيها لداخل. وقبل من هادشي كله غادا هاد الحوته غادا نخيطها باش ما تطيحش ليا ديك الشعريه. المهم انا راني كنعمر فيها مزيان وصافي، وغادا نخيطها كيف ما قلت لكم. الفيديو راه هو شارح راسو، غير بالخيط والبرا على حساب باش ما تشتتش وتبقى هذيك الشعريه تبقى لداخل وما تخرجش، الا خرجت راه كتحرق في الفران. صافي هذه هي الطاوه دهنتها بشويه ديال الزيت وحطيت فوق منها الحوته، وغادا نصايب هاد الخضره في الجناب. الخضره تقدروا ديروا على حساب نتوما شحال، تقدروا ديروا قل من هادشي وتقدروا ديروا حتى قد هادشي.
صافي المهم هاد الخضرة راه حتى هي كتجي بنينة، كتطلق فيها داك المذاق ديال الحوت، والله حتى كتجي واعرة في الفران. صافي درت شوية ديال الزيت في هاديك الخضيرة، شوية فوق من الحوتة، وهاديك الترميلة بقات لاصقة ليا في الطبسيل، زدت عليها واحد شويقيق ديال الماء ودرتها بحال هكا فوق من الحوتة. صافي غادا ندخلها للفران شاعل من التحت ومن الفوق، درجة حرارة ماكسيموم يعني أعلى درجة، وصافي وغادا ندخلها وغادا نخليها كطيب. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ودعموني بلي لايك، وكنتمنى تجربوها بهذه الطريقه، راه كتجي زوينه بزاف، حتى الترميله كتجي لداخل كتجي بنينه وكتجي واعره. غير جربوا الطريقه والله ما غادي تندموا. الصراحه كنديرها شحال من مره، هذه هي الطريقه اللي كندير حيت كتعجبني بزاف وكيجي المذاق ديالها زوين. والبطاطا حتى هي كتجي طايبه وفتيه وكتجي محمره بحال هكا من الفوق، ديك الخضره كلها كطيب ورطبه في نفس الوقت. والمهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشجعوني البنات باشتراك، وخليتكم على خير، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وهذا هو الخبز اللي غادي ناكلو به الحوسه، حتى هو طيبته محمر بحال هكا زوين بزاف. و باي باي، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ومن هنا في الفوق كندير شويه ديال الكمون وكنقدمها بالصحه والراحه.